السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. واحد حاجه زوينه لاحظتها، شي واحد الا طاح على القناه ديالي كيدخل يدير لايك والفيديوهات كاملين وكيتفرجهم كاملين كي بحال طاح على شي سر ديال حياته. هادشي كيفرحني وكنحس براسي نيت كنزيد لكم شي حاجه في حياتكم، وهادشي كيزيد يدعمني ونكمل واخا التفاعل ضعيف. في الاخر كتفهم كل واحد كيدعم الحاجه اللي كتعجبو وتيبغي الاستمراريه ديالها، وفي الاخر كتفهم بلا هاد المحتوى راه مكيفهموش كلشي. وشكرا لكاع الناس اللي كتبارطاج. الموضوع ديال اليوم مهم بزاف، هو التصارع مع الذات. الا كنتي زربان سير تسالي، حفظ الفيديو عندك تسالي وتصنت ليه على خاطرك. بزاف ملي كيوقعوا لي واحد المواقف محرجه، كيكون فشي موقف ما تيكونش راضي عليه، اما كيحشم وكيسكت، اما كيجاوب باش يجاوب وهو ما راضيش عليه، وحتى تمشي للدار وتيقول في نفسه علاش ما قلتش هكا وعلاش ما قلتش هكا، علاش ما دافعتش على راسي، علاش وعلاش. التعامل مع النفس ديال علاش وعلاش كتكون انت بحال فيك شي جوج ديال الاشخاص، شخص كيقوم بداك الفعل وكيدير داك التصرف وتيقول ديك الهضره، والشخص الاخر تيلومو وتيقول ليه علاش درتي هكا وعلاش ما درتيش هكا، وعلاش ما جاوبتيش هكا، وعلاش كنتي ضعيف، وعلاش ما عرفتيش تجاوب. يعني فيك واحد جوج ديال الاشخاص، شخص كيقوم بالفعل والشخص اللي هو كيعاتبو، اللي هو العدو ديالك وديال نفسك. حيت العدو هو اللي كيبقى يأنبك وتيبقى يجلدك ويبقى يسبك. وكاينين الناس كيسبوا روسهم وكيبداو يغلطوا مع ريوسهم وكيديو على ريوسهم، علاش انا قلت هكا وعلاش هكا، ديك علاش وعلاش ما كبرت راسي في داك الموقف، وعلاش. هاد الشعور ديال النقد وديال العدائيه كيبدا يعطيك واحد الكره الذات وعدم الرضا عليها. كتدخل في صراع مع نفسك، كتولي حاضي غير ولا حاط غير على النواقص اللي عندك. اذا تخيل معايا هاد جوج ديال الاشخاص اللي قلت ليك، شخص كيقوم بالفعل وشخص اللي هو العدو ديالو اللي ديما كيعيرو. تخيل معايا هاد الجوج عايشين فيك انت وعايش معاهم 24 ساعه على 24 ساعه. نشرح لك مزيان باش تفهم. تخيل معايا انت ولا انتي مزوجه بواحد الشخص وعايش معاك في الدار، وهاد الشخص نهار كامل هو حاط لك غير على الاخطاء ديالك والنواقص ديالك والقرارات الفاشله ديالك والعيوب ديالك والحوايج اللي ما وصلتيش ليها وما حققتيهاش، والوقت كامل وهو كيبقى غير كينتقد فيك وهضره سلبيه تاهي، ويبدا يقارن بينك وبين الناس. شنو غادي يكون الموقف ديالك؟ اول حاجه غادي ديرها انت هي غتجمع حوايج وتمشي في حالك وغتسمح في هذاك الشخص، حيت ما يمكنش تجلس مع واحد الشخص ولا تعيش معاه بحال هكا اللي غادي يسمم لك حياتك ويمرضها. هاد الشخص اللي هضرنا عليه دابا هو انت، هو نفسك، هو انت اللي مضارب مع راسك. ديما رد البال فاش تلقى راسك ولا تحصل راسك كتقارن راسك مع الناس، عرف راك مضارب مع راسك وتقول هما احسن مني، كتجلد الذات ديالك وكتلومها، كتقولي علاش ما تكونيش بحالهم ولا احسن منهم، وعلاش درتي هادي وعلاش ما درتيش هادي، وعلاش حياتي هكا. وكتبقى حاطه غير على النواقص اللي عندك. والوقت اللي كتكون فيه كاره الواقع ديالك، عرف راه في العمق ديالك راه كاره نفسك. انت كاره نفسك. كاين اللي رافض الشكل ديالو، كاين اللي رافض اللون ديالو، كاين اللي رافض الوزن ديالو، كاين اللي رافض الفورما ديالو، كاين اللي رافض عائلته، كاين اللي رافض والديه، كاين اللي رافض خدمته، كاين اللي رافض اللباس ديالو، كاين اللي رافض الذوق ديالو، تيقول الناس كيلبسوا احسن مني. هذا الرفض هذا كيولد واحد المشاعر عدائيه وطاقه سلبيه وكتبعها علاقه سامه مع نفسك. انت دابا عندك علاقه سامه مع راسك، واش في نظرك غادي تكون عندك علاقات مزيانه مع الناس؟ انت من الاول عندك علاقه سامه مع راسك، بعدا سير تصالح مع راسك عاد تقدر تنفتح على علاقات مزيانه في الخارج. وإلا كنتي مضارب مع راسك ولا مدابز مع راسك مستحيل تلقى علاقات زوينه في الخارج. دابا خاصك تحب راسك بالعيوب اللي فيك وتقبلها. رد معايا على تقبلها، هي جزء منك. دابا زير معايا غادي نشوفوا هادشي كيفاش كيوقع في العمق، ونشوفوا هادشي كيفاش كيوقع هاد الصراع مع النفس.
كاينه واحد الحاجه سميتها تضارب المصالح. غتقول لي كيفاش؟ ياك كيفاش؟ حنا الانسان عندنا رغبات القلب ورغبات العقل. العقل كيفكر بمنطق وبرمجيات ومعتقدات، ولكن القلب حر، هو حر حيت هو مرتبط بالروح، وحيت هو مرتبط بالروح كينطلق عن طريق الحب. ولكن العقل حيت هو مرتبط بالبرمجيات ديما عنده حسابات وعنده خوف، ديما كيخاف يزقلها، تيقول هو يقدر تكون هي ديك الفرصة الوحيدة ولا غادي نضيع. القلب ما عندوش هاد الحسابات هادي، وبالتالي الانسان كيضيع في صراع نفسه مع نفسه. نعطيكم مثال، القلب كيقول انا غادي نسامحك كحسن ليا، العقل كيقول لك انا كيفاش غادي نسامح، هو دار لك هكا ودار لك هكا، فين هي كرامتك؟ نديرو شي مثال اخريك باش تفهموا مزيان. القلب كيقول لك انا باغي نعيش اللحظه وارتاح ولا عليا الهم ديال الناس وديال الدنيا. العقل لا، العقل كيقول لك منين غادي تجيب ما تاكل وما تصرف الوقت صعيبه. القلب كيقول ليه انا غادي نتقبل الواقع ديالي ونتقبل الشكل ديالي ونتقبل جميع العيوب ديالي اللي فيها انا دابا، وهذه التجربه ديالي وانا كنتعلم منها. يعني تيقول لك القلب راه هاد الفشل وغنتعلم منه. والعقل شنو كيقول على الفشل؟ مفهوم ديال الفشل اللي كيعطيه لك على شكل انك خصك تحشم شي حاجه بحال ديك حشمه، بحال قلتي تعطيك واحد الانطباع انك خصك تحشم من الفشل وتخبيه، ما خصكش تبينه. نعطيكم مثال اخر على القلب. انا مازال ما تزوجتش، كنقول دابا تجي الفرصه، مازال الحال، دابا تجي الحاجه المناسبه في الوقت المناسب. هذا القلب. والعقل، العقل كيقول لك وكيفاش انت غتبقى كتسنى والوقت ما بقاش والناس غادي تقول لي تعطلتي. فهاد المثال كان عليه البنات ودراري بجوج، وبالتالي كتولي مضابط مع راسك. حنا دابا خاصنا الحلول، شنو خاصنا نديرو؟ اول حاجه ركز معايا، خاصنا نحط نية صادقة مع نفسي. اي حاجة كتبدا بنية صادقة معناتها خاصني نحط نية باغي نتصالح مع راسي، بحال باغي تحط شي هدف في حياتك وباغي تحققو بحال هكا. ولا مخاصم مع شي صاحبك غتنوض الصباح تمشي عندو باش تطلب منو السماحة وتسامح نتا وتصالحو. من بعد ما تحط هاد النية غادي يجوك واحد البلانات غيخلوك مضابطين مع راسك، ولكن خاصك تعبر على ديك النية الصادقة بواحد الأسباب كتبين فيها واش نيتك صادقة ولا لا. مثلا واحد البنت كانت جات عندي في القناة قالت لي بغيت نتخشع، قلت لها مرحبا، جبت لها واحد الفيديو تاعي انا دايرو في القناة ديال التفكير الزائد، قلت لها ركزي على ملحظة الآن. ومني تصنتي ليه كامل ديك الساعات صيفطي لي ميساج غادي نجاوبك، نقولكش ديري عاوتاني. هي هاديك عطيتها الفيديو مشيت تفكرت واحد النهار وانا رجع وانا نلقاها مصيفطها والو مطلعها في معنيتها. هي في الاول كانت عندها واحد النية زوينة، هي ديك النية زوينة جابتني ليها وتلاقيت معاها، شافتني في فيسبوك وصيفطات ليا. ومنين هضرنا باش بغات تختبر انها تسمع وتستافد ومنها باش توصل للخشوع، تختبرت هنا من النية، يعني معناتها النية ديالها ما غير صادقة. فهمتو كيفاش؟ نعطيو مثال اخر يوضح ويكون بسيط. مثلا انا قصير، شي واحد قال لي قصير، منين قال لي هو قصير الا ما كنت انا متقبلها غيقولها لي غيضرني في خاطري، يعني انا ما متقبلهاش، ملي ضرتني انا ما متقبلهاش وما حاملش راسي قصير. ولكن الا كنت متقبلها وقلتي لي انت قصير نقول لك انا اؤمن به، بصح انا قصير ومن بعد نتقبلها من الداخل ديالي وماشي غير هضره زعما كنهضر، نتقبلها عادي كنتصرف معناتها الداخل ديالي طبيعي ما فيه شي واحد المشاعر سلبيه. معناتها خصك تعرف العيوب ديالك وتتقبلها. تاني حاجه ما تبقاش تشوف راسك ضعيف ومحقور، خصني نعلي ننظر على نفسي. حاجه اخرى نحبس نفسي من المقارنه مع الاخرين. نقطه اخرى عاوتاني دوك اللي تيكونوا غير منوين كتلقى شي هضره قدامهم كيتسحبها عليا ولا ما تكونش عليه، تكون نقولوا حنا تكون عليه ومن بعد كاع لا خشى فيك تسيل الهضره اش غادي يزيد منك ولا ينقص. تقبل راسك وعادي، انا بنادم ما نحكمش على هضرته ولا فهمتني اش باغي نوصل لكم.
نقطة أخرى، ما عمرك تبرر الناس، ما عمرك تبرر شي واحد. هذا غادي يحسك انت مضارب مع نفسك، كتولي تحاول غير تثبت ليه. انت تثبت غير راسك بعدا، وتقبل غير نفسك، وكون مقتنع بها. خذ واحد القرار، جلس من الأرض خذ واحد القرار وتصالح مع داك الشخص اللي وسط منك، اللي جالس معاك حياتك كاملة و 24 ساعة على 24 ساعة. وقف مع هذيك الحرب وتصالح معاه، وتصالح مع الحياة، وتقبل حياتك كما هي. منين غتقبلها غتقدر تغير الحياة ديالك. واهم حاجة وركز لي عليها الله يرحم لك الوالدين، هي تصالح مع الماضي ديالك ومع الاخطاء ديال الماضي ديالك. ونقول هذا الماضي جزء مني، حيت الا ما تقبلتيش بحال كتقول الحاضر وتسنى راه عندي شي حساب انا مع الماضي، تنسالي داك الحساب مع الماضي وراه غادي نرجع ليك انت الحاضر دابا. يعني حتى حياتك كتضيع منك وانت ما عارفش. القوة ديالك كاينة في الآن، التفكير في الماضي ولا التفكير في المستقبل. اللي غادي ينفعك هي الآن. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.